السلام عليكم. كنتمنى الاخوان تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في قضيه مغربيه. ولكن قبل ما نبداو بغيتكم تدعموا هذا الفيديو باللايك، وما تبخلوش عليا بالاشتراك. اللي باقي ما مشتركش في القناه يهبط دابا يضغط على زر الاشتراك باش يبقى دائما يوصلوا الجديد. وفي نفس الوقت كتبقى هذه هي احسن طريقه تقدر تشجعني بها. المهم ما نزيدش نطول عليكم، الا كنتم مستعدين نبداو على بركة الله. القصة ديال اليوم غادي تبدا الأحداث ديالها في واحد الطوار في نواحي مدينة الدار البيضاء عام 2018. الطريق الملكي ديال هاد المنطقة هادي واحد النهار غيتوصلو ببلاغ من عند واحد الراجل كيعلمهم باللي لقى جثة ديال واحد المرأة مقتولة وسط الأرض ديالو. هاد الإخبارية خلات الطرق مباشرة يتوجهوا للعنوان اللي عطاهم هاد السيد باش يتأكدوا من صحة البلاغ ويعرفوا اشنو اللي واقع تما. الجندار غير وصلوا للطوار وبالضبط لهاد الأرض فعلا غيكتشفوا جثة ديال واحد المرأة تكون في أواخر الربعينات من عمرها، طايحة على كرشها وسط واحد الأرض فلاحية، والأثر ديال الدم واخا كان يابس كان واضح على راسها. من الملاحظة الأولية غادي تبين للطرق باللي الضحية متلقية ضربة وحدة في الخلف ديال الرأس ديالها، وكذلك غيلاحظوا أثر رويض ديال شي طوموبيل دايزين حدا الجثة. هادشي اللي لحد الساعة كان باين ليهم في هاد اللحظة. الطرق علموا فرقة التشخيص القضائي باش تجي دير الخدمة ديالها حين تفحص الجثة ورفع الأدلة والبصمات من اختصاص فرقة التشخيص القضائي. يعني الطرق ما خاصهمش يقلبوا الجثة ولا حتى المنطقة اللي تلقات فيها قبل ما دير فرقة التشخيص القضائي خدمتها هي الأولى. وهذا الشيء باش الطرق ما يتلفوش أو لا ما يمحيوش معالم الجريمة، بحال الأثار ديال الرجلين ولا شي حاجة تكون طايحة من الجاني ولا من الجناد، مثلا شي شعرة ولا شي صدفة. المهم أي حاجة ولو غير صغيرة اللي يقدروا يوصلوا بها للمجرم ما خاصهاش تلف ولا تطيح في وقت المعاينة. داك الشيء علاش الطرق كيخصهم يردوا البال مزيان لأي خطوة كيديروها، ومن طبيعة الحال هاد الشيء راه كيكون عندهم تكوين عليه، يعني كيكونوا متمكنين مزيان من أي خطوة كيخطيوها. في هاد الوقت بداو الجندار كياخدوا الأقوال ديال الشخص اللي بلغهم بهاد الواقعة. هاد السيد سميتو موسى وفي عمرو 58 عام. كيقول للطرق باللي ديك الأرض اللي لقى فيها الجثة راه ديالو، وداك النهار كان مشى للأرض على أساس يكمل الحصاد ديال الزرع ديالو، حتى كيتفاجئ بالسيدة طايحة في أرضه وراسها كله عامر بالدم. أنا غير شفتها قال لهم ما كتحركش وما كتنفسش، ما حاولتش نهائيا نقرب لها حين تشكيت بلي تقدر تكون ميتة. مباشرة اتصلت بكم وعلمتكم انتم الاولين باش نتفادى المشاكل ونبعد راسي على كاع الشبهات. الطرق سولوه واش هاد السيدة كتسكن في هاد المنطقة ولا سبق لك شفتيها في هاد الدوار، وهاد السيد جاوبهم باللي هذه اول مرة كيشوف فيها الضحية. المهم من بعد ما خداو منه جميع المعلومات اللي محتاجينها تلقوه يمشي في حاله. وفي هذا الوقت كانت فرقة التشخيص القضائي وصلت وبدات الإجراءات ديالها. وفي المعاينة الأولية اللي داروا على الضحية تبين لهم باللي ديك المنطقة اللي لقاو فيها الجثة ماشي هي مسرح الجريمة. الجريمة وقعت في بلاصة أخرى، ومن بعد تنقلت الجثة وتخلصوا منها في ديك الأرض. كذلك غيلقاو صاكها مليوح قريب منها فيه التليفون ديالها وفيه واحد المبلغ صغير، وكانت فيه حتى البطاقة الوطنية ديالها، ومعاهم كذلك واحد الخاتم ديال الذهب. الطرق ملي لقاو الفلوس وخاتم ديال الذهب وحتى التليفون استبعدوا الاحتمال ديال السرقة، ولكن في الاخر البحث هو اللي غادي يبين هاد الشيء هذا. وفي اطار المعاينة لاحظوا فرقة التشخيص القضائي بان الضحية كانت في رجلها غير فردة وحدة ديال الصابو، والفردة الثانية ما كايناش. هاد الشيء خلاهم يديروا واحد التمشيط واسع لهذيك المنطقة ويتبعوا كذلك الآثار ديال الرويض اللي كانوا في ديك الأرض، لربما يلقاو شي حاجة كتخص الضحية أو لا شي دليل
اللي عاونهم في حل هاد الجريمه. بقاو كيقلبوا حتى وصلوا لواحد البلاصه فين غادي يلقاو الفردة الثانيه ديال الصابو، كانت مليوحه بعيده على الضحيه تقريبا بشي 900 متر. ولكن اللي ما كانش مفهوم لهم الا كانوا الرويض واصلين حتى لحدا الجثه، اذا غادي يكون هاد الشخص او لا هاد الاشخاص جابوا الضحيه في الطوموبيل حتى لديك البلاصه ولحوها ومشاو في حالهم. هذا هو التحليل المنطقي. اذا علاش لقاو الصابو بعيد عليها بواحد المسافه مادام الطوموبيل كانت مسدوده؟ اذا اشنو اللي خلى هاد الصابو يطيح في ديك البلاصه؟ يعني باش نقولوا تشرط واحد المسافه وطاح، مستحيل، حيت كيف ما قلت لكم اثار الرويد كانوا واصلين حتى لحداها. هاد الشيء اللي لحد الساعه ما فهموش الطرق وفرقه التشخيص القضائي. ومن بعد ما رفعوا البصمات والادله المشكوك فيها، خداو للجثه مجموعه من الصور الاحترازيه ونقلوها لمستودع الاموات باش يتدار لها التشريح الطبي اللي من خلاله يقدروا يعرفوا اسباب وملابسات هذه الجريمه. ومن ديك اللحظه غيبداو الدرك البحث على هذه القضيه. اول حاجه بداو بها، داو معاهم التصويره ديال الضحيه اللي كانت سميتها رقيه، يعني رقيه، وفي عمرها 44 عام، ومشاو نيشان كيسولوا في الناس ديال الدوار باش يشوفوا واش غادي يتعرف عليها شي واحد ولا لا. واخا الجندرم كانوا عارفين باللي ما كتسكنش في ديك المنطقه من طبيعه الحال، هذا الشيء من خلال البطاقه الوطنيه ديالها. واخا هكاك مشاو كيسولوا لعل وعسى يكون زعما شي حد من عائلتها ساكن تما وتكون مشات لعندو ولا شي حاجه بحال هكا. ولكن للاسف هذا البحث في الاخر ما فاض الطرق الملكي بحتى شي حاجه. تقريبا كاع السكان اللي سولوهم تما حتى شي واحد منهم ما قدر يتعرف عليها. كلهم اكدوا باللي ما عمرهم شافوها في هذاك الطوار. الطرق الملكي ملي كملوا البحث ديالهم مباشره توجهوا للعنوان اللي كان عند الضحيه في البطاقه الوطنيه ديالها. تقريبا الطوار اللي كانت كتسكن فيه كان كيبعد على هذه المنطقه اللي طلقت فيها الجثه ديالها بشي 7 كيلومتر تقريبا. منين وصلوا للدار ودقوا في الباب، خرج عندهم راجلها سميتو العربي وفي عمره 61 عام. السيد غير شاف الجندرم قدامو تخلع وقال لهم ياك لاباس، ياك ما مراتي وقعت لها شي حاجه؟ ولكن الطراق ما غاديش يجاوبوه. قالوا ليه فين هي بعدا مراتك باش كتسولنا عليها؟ جاوبهم باللي مراتو منين خرجت البارح من الدار جوايه 6 ديال العشيه، ومن داك الوقت ما عاودت رجعت. كانت قالت ليا بلي غتمشي تبات عند اختها واليوم في الصباح غترجع للدار، ولكن لحد الساعه ما كاين حتى شي خبر عليها. كيقول عيا ما يتصل بها ما كتجاوبوش، هذا الشيء اللي خلاه يتخلع. ومنين اتصل بختها كيتفاجئ بها كتقول ليه ما شافتهاش نهائيا داك النهار وما مشاتش وما باتش عندها. ومن داك الوقت وهو كيقلب عليها وسول عليها حتى العيالات اللي كتعرفهم، قال لا ربما تكون مشات عند شي وحده فيهم. وللاسف لقى حتى شي وحده فيهم ما شافتها ولا عندها شي خبر عليها. قائد السريه منين شاف السيد ما عرف حتى حاجه على مراته قال ليه يلا معنا لابريغاد وتما غادي تعرف كل شيء. وداك الشيء اللي كان مشى معاهم العربي للمركز ديالهم، وتما فين علموه باللي لقاو مراته مقتوله في واحد الدوار. راجلها منين سمع هاد الخبر ما فهم والو. السيد بقى مصدوم، كيفاش وفوقتاش غتكون هاد المراه هادي تقتلات؟ ياك غير البارح خرجت من الدار وهي ما فيها حتى شي حاجه. ما كانش مستوعب كيفاش وقع لها هادشي كامل في ليله وحده. المهم من بعد ما شرحوا ليه كيفاش لقاو الجثه والحاله اللي كانت فيها، طلبوا منه الدرك يتعاون معاهم ويجاوبهم على اي سؤال غيطرحوه عليه، واي حاجه كيعرفها على مراته واخا تكون غير بسيطه يقولها لهم. قالوا ليه شكون في نظرك ممكن يقتل مراتك بهذه الطريقه؟ واش انت كتشك في شي واحد؟ في هذه اللحظه العربي غيتهم خوه، قال لهم ما يكون غير خويا هو اللي قتلها، حيت هو الوحيد اللي كانت عندي معاه مشاكل على الورد. حيت باه قبل ما يتوفى كان شرا من عنده واحد الارض بلا خبر خوه، ونهار التوفى باه جا عنده خوه على اساس زعما يقسموا الورد بيناتهم. ديك الساعه علموا باللي ديك الارض اللي جا على قبلها راه باع عليه باه منين كان في الحياه،
وبالاراده ديالو، وحتى فلوسها راهم عطاهم ليه. يعني خو ما كيتسال فيها حتى شي حاجه. العربي كيقول الترك بسبب ديك الارض ولات عداوه ما بينه وبينه، وخو زعما ردو بحال نصب عليه باه، والتالي ارضو بزز منه، حين خوه كان متاكد بلي باه ما غيبيعش ليه ارضو. ومن داك الوقت وانا وياه في المشاكل لدرجه ولا كل مره كيهددني الا ما عطيتوش حقه غادي يقتلني. ودابا تقريبا غير شهر هادي باش جا عندي حتى للدار، وناض بيناتنا واحد الصداع كبير، وحتى مراتي رقيه خرجت كتغوت معاه لدرجه هددها قدامي وقال لها انتيا هي سبب هاد المشاكل كلها. من نهار دخلتي لهاد العائله وحنا خير في الصداع والمشاكل. قال لها طول ما قعدتي انا اللي غادي نقتلك وناخذ حقي منك. الجندرم سولوه شكون مؤخرا اللي كان كيدخل عندكم للدار بزاف. العربي قال لهم حتى شي واحد ما كان كيجي عندنا، بحكم الدار كانت بعيده ومنعزله على الطوال، داكشي علاش قليل فين كيجي عندهم شي واحد. وهنا قالوا ليه شكون اللي عندك معاه شي مشاكل او عداوه من غير خوك؟ قال لهم انا واحد الراجل داخل سوق راسي، ما كان ادي حتى شي واحد وما كيأديني حتى شي واحد. الطرف ملي سمعوا عليه وبحثوا معاه، طلبوا منه يمشي معاهم لمستودع الاموات باش يتعرف على الجثه ديال مراته. وبالفعل مشى معاهم العربي للمشرحه. فعلا غير دخلوا شاف الجثه مباشره، تعرف عليها واكد لهم باللي هي مراته رقيه. كملوا الاجراءات ديالهم معاه، طلبوا منه يمشي في حاله، في حالتي لا احتاجوه من بعد راه غادي يستدعيوه. وفي اطار البحث الدرك استدعاو حتى خو العربي باش ياخدوا الاقوال ديالو، حيت قال لهم باللي كانت بيناتهم عداوه على الارض، وهو اللي شك فيه يقدر يكون قتل مراته. وهذا السبب كان كافي باش يخلي الدرك حتى هما يشكوا فيه. يعني كان خاصهم ضروري يعمقوا مع البحث ويشوفوا واش عنده شي صله بهاد الجريمه ولا لا. خو العربي كانت سميتو محمد، وتكون في عمرو ديك 60 عام، يعني السيد كبير وبعقلو. سولوه اشنو المشكله اللي خلاك تمشي تهجم على دار خوك حتى تهددو هو ومراتو بالقتل. وهنا فين محمد غادي يبدا يعاود لهم، وقال لهم بلي خوه من صغرو هو انسان مادي كيفكر غير في راسو، واي حاجه فيها الفلوس كيبغي غير هو بوحدو، لدرجه بقى كيدور بالوالد ديالو الله يرحمه حتى خلاه يكتب ليه الارض اللي عنده، وفي المقابل هو ما خلى ليه حتى حاجه. قال لهم انا منين عرفت هاد الاخبار مشيت عند خويا باش نتفاهم معاه، بلاتي هي احسن، على اساس زعما كيف ما كان الحال حنا غنبقاو خوت. وما فكرتش نهائيا بلي يقدر ياكلني في حقي، حتى كنتفاجئ به كيقول لي ديك الارض راه انا شريتها من عند با فلوسي، يعني من الاخر ما عندي ما نعطيك. هادشي اللي ما قدرش يتقبلو، واصلا ما دخلاتش ليه على راسو بلي با باع لخوه الارض، حيت محمد كيقول بلي خوه في ديك الوقيته ما كان عنده حتى ما ياكل، بقى ليه غير يخلص با في ملايين صحاح. وقال لهم حتى فاش مشينا كنقلبوا في الحساب البنكي ديال المرحوم ما لقينا فيه حتى ريال، يعني خويا جمع ليه حب وتبن وما خلى لينا حتى حاجه، وما تهنا حتى كتب ليه با ديك الارض كاملها. المهم الطرق من بعد ما عمقوا البحث مع محمد غيعرفوا منه بلي خوه قبل ما يتزوج بالضحيه كان مزوج بواحد المراه سميتها رحمه، وعنده معاها ولد واحد سميتو اشرف، ومن بعد موت هو مزوج بها تلقاو تزوج برقيه. ومن ذاك الوقت ما بقى كيسول لا على ولده ولا تعرفوا حتى فين كاين ولا حتى اشنو تياكل. كيخاف بزاف من مراته وما يقدرش يدير حتى شي حاجه بلا الموافقه ديالها. الدرك الملكي باش يزيدوا يستفزوه ويعرفوا اشنو اللي تحت راسو قالوا لي علاش ما تكونش انت اللي قتلتي مرات خوك؟ منين شفتيها كتحكم فيه فكرتي باللي هي اللي حرضته حتى خدا لك حقك كامل. داكشي علاش قلتي اجي نقتلها ونتهنى منها، تحيدها من طريقك هي الاولى، ومن بعد دوز تصفيها حتى لخوك باش داك الورد اللي دا خوك من باك في الاخر يبقى لك غير انت بوحدك. محمد غير شاف الجندر متهموه بالجريمه، السيد خاف على راسو، ولكن في نفس الوقت بقى مصر على الاقوال ديالو باللي هو ما عنده حتى شي داخل في هذه الجريمه. قال لهم باللي ما يقدرش يقتلها حيت هو واحد الانسان كيخاف الله. فعلا كان تابز معاهم
وسبق ليه اتدا بالقتل، ولكن هذا الشيء كان غير في لحظة غضب، حيت حتى هما كانوا كيهددوه واخا هكاك الجندر ما تاقوش به، حيت لحد الساعة كيبقى هو الشخص الوحيد اللي عنده دافع قوي يخليه يرتكب هذه الجريمة. ولكن حيت ما لقاو حتى شي دليل ضدو اللي يخليهم يبقاو شادينو، تلقوه يمشي في حالاته. وفي نفس الوقت بقاو مراقبينه غير من بعيد باش يعرفوه فين كيمشي ومنين كيجي. بقاو الطرق مستمرين في البحث على هذه القضية حتى دازت واحد المدة وخرج تقرير الطب الشرعي. تقرير كيقول باللي الوقت اللي تلقات فيه الجثة كان باقي ما دازش على الموت ديالها 24 ساعة. اما سبب الوفاة كانت هي ديك الضربة القوية اللي تلقات في الخلف ديال راسها. المعلومة الثانية هي الضحية ما كانتش متعرضة لحتى شي اعتداء لا جسدي ولا جنسي، حتى من ضفرها ما كانش فيهم الاثار ديال لاديل. ومعلومة اخرى كانت مهمة بزاف، هو داك التراب اللي تلقى على حوايجها ما كانش متطابق نهائيا مع التراب اللي كان على الارض اللي تلقات فيها الجثة. اما المعلومة الاخيرة واللي خلات الجندرم يستغربوا هي ملي عرفوا باللي الحوايج اللي كانت لابسة الضحية كان عليهم اثار ديال لاكريس. الدرك ملي وصلوا لهاد المعلومة حطوا جوج احتمالات. الاحتمال الاول هو يا اما الضحية كانت في شي بلاصة فيها لاكريس ولصق فيها، والاحتمال الثاني هو ياك ما الشخص اللي ارتكب الجريمة منين كان هز الجثة بيتيه كانوا عامرين بلاكريس. المهم ملي توصلوا بهاد المعلومة رجعوا استدعوا لص الضحية باش يعرفوه نهار وقعت الجريمة هو فين كان بالضبط. من طبيعة الحال كيبقى هو المشتبه فيه الأول في هذه الجريمة. وداك الشيء اللي وقع غير دخلوا محمد لابريكاد داروا به الجندرم من كل جهة، قالوا لي عز التاريخ بالضبط فين دوزتي نهار كامل. محمد قال لهم هو أصلا ما كانش في الطوار هذاك النهار، كان مشى هو وولده للسوق باش يبيعوا شي غنم، ومنين وصلت ديك الربعة ديال العشية عاد رجع للطوار لدارو. من بعد خرج تلاقى مع شي رجال وقعدوا في واحد القهوة شعبية معروفة في الطوار حتى لديك جويه السبعة. عاد دخل الطرف مرة ومن تما ما عاود خرج لا هو ولا ولده. الجندارم باش يتأكدوا من الأقوال ديالو طلبوا أمر من النيابة العامة باش يمشيو يقلبوا دارو ويشوفوا واش كاين شي أثار ديال لاكريس عنده في الدار، واش ديك الدار هي اللي تنفذت فيها الجريمة ولا لا. وفي نفس الوقت يسولوا حتى عائلته والناس ديال الطوار واش داك النهار كيف ما كيقول هو مشى هو وولدو باعوا الغنم ديالهم في السوق ولا غير كيكذب عليهم. وفعلا داك الشيء اللي وقع. الطرق غير توصلوا بأمر من النيابة العامة مباشرة توجهوا مع فرقة التشخيص القضائي لدار محمد. منين دخلوا بداو كيقلبوا في ديك الدار قنت بقنت، ما خلاو حتى شي بلاصة ما قلبوش فيها، حتى من محلول اللومينول استعملوه باش يتأكدوا واش كاينه فيها شي اثار ديال الدم ولا لا. واخا هاد المجهود كامل في الاخر ما لقاو حتى شي دليل اللي يقدروا يورط محمد في هاد القضيه. ومنين بحثوا مع عائلته والناس اللي كيقول كان معاهم داك النهار اكدوا لهم نفس الهضره، لقاوها بصح دوز داك النهار كامل في السوق مع ولده وفي العشيه تلاقى مع صحابه ومن بعد مشاو للقهوه. يعني الطرق ولاو متاكدين باللي السيد ما عنده حتى شي علاقه لا من بعيد ولا من قريب بهذه الجريمة. ولكن السؤال اللي بقى مطروح واللي ما كانش محمد هو اللي قتل مرات خوه، شكون اللي غيكون قتلها؟ وهذا الشخص علاش قتلها؟ وشنو كان باغي منها؟ هاد الأسئلة كان خاصهم يلقاو ليهم أجوبة اللي تكون منطقية. شنو غيديروا؟ قرروا يزيدوا يسعوا البحث ديالهم اكثر ويبحثوا حتى مع تعليقات العربي ياك ما تكون عندها شي علاقة بهذه القضية. في الاخر حتى هذا كيبقى احتمال وارد، حيت كاين اخوتي بعض الازواج واخا كيتطلقوا كيبقاو بيناتهم مشاكل. هذا الشيء خلى الجندرم يخرجوا ديك الساعة عند راجل الضحية باش يسولوه كيفاش كانت علاقته بطليقته وولده، واش كانوا بيناتهم شي مشاكل مؤخرا، وفي نفس الوقت يعطيهم حتى العنوان ديالها. هاد السيد كيقول الجندرم هذه سنين طويلة باش تفرقت مع طليقتي، ومن ذاك الوقت ما بقى شافها ولا عرف عليها شي حاجة، حتى ولده
ما كانش كيشوفو، وسولوه واش كان بيناتهم شي مشاكل اللي خلاوكم تفرقوا. كيقول لهم لا، ما كاين حتى شي سبب. في ديك الفتره كنت تعرفت على رقيه، ومع الوقت لقيت راسي مرتاح معها اكثر. هادشي اللي خلاني نطلق رحمه ونتزوج بها. هادشي اللي كاين نعم سيدي. المهم من بعد ما خداو منو عنوان طليقتو، ديك الساعه توجهوا للدار اللي ساكنه فيها رحمه. منين وصلوا بداو كيسولوا عليها، غيتفاجئوا بالناس كيقولوا لهم باللي ديك السيده تقريبا شي عام هادي باش توفات، ولحد الساعه ولدها اشرف عايش غير بوحدو. وفي اطار البحث اللي داروا الطرق في داك الدوار، غيعرفوا من الناس واحد المعلومه اللي غتكون هي راس الخيط باش غيفكوا لغز هاد الجريمه. منين غيعرفوا باللي اشرف ولد رحمه عنده واحد الكراج صغير كيخدم فيه سيكليس، هاد المعلومه غتخلي الشكوك كلها تولي كطور على هاد الولد هذا. خصوصا منين ذكر لهم الطب الشرعي باللي الحوايج اللي كانت لابسه الضحيه كان عليهم الاثار ديال لاكغيس. ديك الساعه توجهوا الطريق للمحل ديالو، ولكن لقاوه مسدود. اش غيديروا؟ خلاو ليه واحد الاستدعاء على اساس منين يتوصل بها في النهار الثاني يلتحق بهم. لا بريغاد داز النهار الاول، النهار الثاني والثالث، ولحد الساعه الاثار ديال اشرف ما كايناش. السيد ما بانش عندهم نهائيا في المركز ديالهم. وهنا باش ما يزيدوش يتعطلوا، ما يخليوهش ليه وما يخليوش ليه الفرصه فين يفكر يهرب، رجعوا مره اخرى خرجوا عنده للمحل. ولكن غيتفاجئوا حتى هاد المره بالمحل ديالو مسدود. هنا مشاو عند واحد السيد عنده محل كيبيع فيه الخضره مقابل مع الكراج ديالو. سولوه امتى اخر مره فتح فيها اشرف المحل. هاد السيد غيقول لهم راه غير دابا شويه هادي كان هنايا، كون جيتو غير قبل بساعه كنتو غادي تلقاوه. الطرق غير سمعوا هاد الهضره شكوا باللي اشرف يقدر يكون هو مولف عليها، وبحال والو شي واحد كيعطيه اخبارنا، حيت غير كندخلوا الجندرم والدوار كيعلموه هو يهرب. وباش يقدروا يوصلوا ليه قرروا يديروا واحد الخطه. الجندرم رجعوا في حالهم وخلاوه حتى النهار الثاني حتى الغد ليه. رجعوا للدوار، وهاد المره كانوا مرفوقين بطائره الدروم باش يعرفوه فين كيتخبى الى هرب منهم. الخطه كانت هي قبل ما يدخلوا للدوار يطلقوا طائرة الدروم على ارتفاع عالي فوق الكراج ديال اشرف، وفي نفس الوقت جوج دركيين هزوا الطوموبيل ديالهم ودخلوا بها وسط الدوار، باش منين يسد الكراج ويهرب غادي يقدروا يعرفوا البلاصه اللي كيتخبى فيها من خلال هذيك الكاميرا. وفعلا هذاك الشيء اللي وقع. من خلال هذيك الكاميرا بان لهم واحد الدري صغير مشى كيجري عند اشرف، هضر معاه في ودنيه ومشى في حاله. هنا اشرف ديك الساعه سد الكراج ومشى كيجري تخبى في واحد الجنان. الطرق غير حددوا الموقع ديالو، مشاو ليه ديك الساعه وحاصروه من كل جهه. واخا اشرف دار عده محاولات باش يهرب منهم، ولكن في الاخر قدروا يعتقلوه. التوهنيش الاقرب مركز الطرق اللي كاين في ديك المنطقه باش يبحثوا معاه مزيان. دخلوه للمكتب وداروا به من كل جهه، قالوا ليه شوف حنا عارفين باللي انت اللي قتلتي مرات باك، دابا بلا ما تبقى تدوخ علينا وقول لنا علاش قتلتيها. في الاول اشرف نكر، قال له انا اصلا ما عارفش باللي مرات باك قتلات، ولكن مع الضغط عليه وكثرت الهضره عليه وداروا به اعترف لهم باللي هو اللي قتلها. في الاعتراف كيقول اشرف باللي الطفوله ديالو كامله دازت صعيبه من نهار باه تلق مو، ما بقى عقل عليه من غير ما كيمشيش يشوفو حتى فلوس المصروف ما عمرو عطاهم ليه. هذا الشيء اللي خلاه يعيش في ظروف ماديه مزريه. كيقول باللي من صغره وهو مكرفس، ما كانش كيلقى حتى ما يلبس ولا ياكل ولا باش يشري الكتب باش يقرا. المهم دازو عليه اسوأ الظروف حتى كبر وتوفات الام ديالو. الدري منين لقى راسو غير بوحدو وفي هذه الدنيا وفي المقابل كيشوف باه ميسر عليه الله، قال علاش ما نمشيش عنده ونعيش معاه، وعلاش لا ما يخدمنيش معاه في شي حاجه بحال هكا. قال كيف ما كان الحال كنبقى ولدو وما غاديش يفوتني. وفعلا داك الشيء اللي دار، مشى عنده لدارو على اساس يهضر معاه في هذا الموضوع، حتى كيتفاجئ بمرات باه كاينه غير بوحدها.
كيقول اشرف: رقيه منين حلات عليا الباب ما خلاتنيش حتى ندخل، حبستني في الباب وقالت لي باك اللي جاي عنده راه ما كاينش. ومن خلال الهضره معاها غتقول ليه: راني عارفه باللي امك توفات، وإلا كنتي كتفكر باش تجي تعيش معانا هنايا غير نسى، حيت هذا الرزق اللي تتشوف كامل قدامك راه كتبوا لي باك بسميتي، يعني انت ما كتسال فيه حتى شي حاجه. المهم ما خلات ما سمعته في الهضره، وفي الاخر جرات عليه. هذا الشيء اللي خلاه يحقد عليها، حيت الامل الوحيد اللي كان عنده زعما باش يتجمع مع باه ويعيش معاه في دار وحده، ولا بالنسبه ليه مستحيل، حيت رقيه حرمته عليه. ولكن واخا هكاك قال خليها حتى تهتن ونرجع نهضر معاها هي وبا، ونحاول نقنعها حتى لذاك النهار اللي وقعت فيه الجريمه. مع ديك 6 ديال العشيه عز اشرف الكرويله ديالو ومشى قصد دار باه. في ديك الوقيته تصادف مع رقيه في الطريق، حيت في ذاك الوقت كانت هي غاديه تبات عند اختها. المهم تلاقى هو وياها في واحد البلاصه خلويه بحال شكل واحد الغابه صغيره، مولفين الناس كيختصروا منها الطريق. وقف اشرف وبدا كيحاول يهضر مع مرات باه زعما باش يقنعها تخليه يسكن معاهم، حيت كان متاكد الا ما وافقتش هي راه حتى باه ما غاديش يوافق، حيت القرار في الاخر كيرجع لمراتو. المهم بقاو كيتيو يجيبو في الهضره حتى غتقول ليه مرات باه: كون كنتي راجل كون راك هز راسك كاع ما تجي تحز عليا. بقاو مني منك حتى لواحد اللحظه في الرقيه غتهز يديها وغادي تصرفقو. كيقول اشرف باللي استفزاتو لواحد الدرجه كبيره حتى ما شعرش براسو وتهجم عليها، هز واحد الحجره ديال السم وضربها بها على الراس، وفي البلاصه تحت المراه ميته. هنا اشنو غيدير منين شاف الدنيا خاويه وما شافو حتى شي حد؟ اصلا في ديك الوقيته كان بدا كيظلم الحال. بديك التلفه هز الضحيه ودارها فوق الكرويله ديالو وغطاها بواحد البرش ديال البلاستيك تاني، شال داك الطوار اللي ما كانش بعيد عليهم ولحى في ديك الارض باش يوهم الناس، وحتى تدرك باللي الجريمه وقعت في داك الطوار. وبحكم ما كانش بينه وبين مرات باه حتى شي علاقه قال راه حتى شي واحد ما غيشك فيه. ديك الساعه عاد عرفوا الدرك باللي الصابو ديال الضحيه طاح ملي كان داخل بها لديك الارض، وعرفوا كذلك باللي الاثار ديال الرويض كانوا ديال الكرويله ماشي ديال الطوموبيل، بحكم الكرويله كيكونوا فيها الرويض ديال الطوموبيل. واعترف لهم منين كيدخلوا الجندرم للدوار كان صاحبو هو اللي كيجي يعلمو باش يهرب. يعني هنا حتى صاحبو غادي يتحاكم بتهمه التستر على مجرم. كانت هذه هي الاعترافات الكامله ديال اشرف. ومنين اعتقلوا حتى صاحبو حولوهم بجوج للمحكمه وحكموا على اشرف بالسجن المؤبد وعلى صاحبو ب5 سنين نافذه. وحتى لهنا غادي تكون قصتنا سالات، وما تنساوش تشاركوني ارائكم في التعليقات، وتهلاو الى الفيديو الجاي ان شاء الله.